في لحظة كده بين الصيف والشتاء الهوا فيها بيبقى مختلف، مش برد ولا حر. ريحة الدنيا فيها بتتغير، حتى الضوء بيبقى أهدى والشمس مش بتوجع، كأنها بقت حنونة أكتر. اللحظة دي هي بداية الخريف. الخريف مش بس فصل بيتساقط فيه الورق، الخريف كأنه بيقولنا إن كل حاجة ليها وقت تمشي علشان حاجة تانية تيجي مكانها، زي العلاقات، زي المشاعر، زي الأيام اللي فاكرينها مش هتخلص، لكنها في الآخر بتمشي بهدوء من غير وداع. الخريف دايما كان الفصل اللي بيجمع بين حاجتين متناقضتين جدا: النهاية والبداية. في وداع، لكنه كمان مليان استقبال. يمكن علشان كده في ناس بتحبه جدا وناس تانية بتحزن فيه من غير ما تفهم ليه. الهوا في الخريف بيبقى ساكت، كأنه سامع كل حاجة ومش عايز يقطع الكلام. الناس بتبدأ تهدى، الشوارع تبقى أهدى، والليل بيجي بدري، كأن الدنيا كلها قررت ترتاح شوية. يمكن علشان كده الخريف هو الوقت اللي بتسمع فيه نفسك أكتر من أي وقت تاني. الضوضاء بتقل، والقلوب بتبقى صافية كفاية إنها تفتكر وتفكر. في الخريف الورق بيقع مش علشان الشجر بيموت، لكن علشان الشجر بيستعد يعيش من جديد. هو مش فقد، هو استعداد. وده يمكن أجمل درس ممكن نتعلمه من الخريف، إن حتى الحاجات اللي بتقع منك مش دايما خسارة، أوقات بتكون بداية جديدة بشكل مختلف. الخريف كأنه بيقولك: خفف حملك، مش لازم تشيل كل حاجة من السنة اللي فاتت. سيب اللي تعبك، سيب اللي وجعك، سيب حتى الذكريات اللي مش قادرة تمشي. في حاجات بتحتاج تقع عشان القلب يعرف يتنفس. الهدوء اللي في الخريف مش فراغ، هو استراحة الروح. الناس تفتكر الهدوء دايما معناه حزن، بس الحقيقة ساعات الهدوء هو أوضح شكل للسلام. أوقات بنبعد مش علشان نزعل، لكن علشان نرجع نفسنا من جوه. زي الشجر لما يسيب ورقه بيبقى ساكت من بره، لكنه بيجهز نفسه للربيع اللي جاي. الخريف هو لحظة صدق تسأل فيها نفسك: أنا بقيت مين؟ إيه اللي ساب أثر فيا؟ وإيه اللي محتاج أسيبه ويمشي؟ سؤال بسيط، بس بيكمل معاك شهور. يمكن علشان كده الخريف مش فصل بيعدي وخلاص، هو بيعلم، حتى لو من غير كلام. النسمة اللي بتعدي على وشك فيها حكايات ناس كتير مشيوا من حياتك، وفيها كمان طاقة ناس جديدة لسه جاية. في الخريف كل حاجة حواليك بتفكرك بمعنى التوازن. إزاي تمسك بالحاجات اللي ليها قيمة وتسيب اللي خلاص وجعك كفاية. الخريف بيقولك بلغة بسيطة جدا: مش كل حاجة لازم تفضل تمسك فيها علشان تفضل بخير. أوقات السلام الحقيقي بيجي لما تسيب، مش لما تكمل. شجرة الخريف ما بتعيطش وهي بتسيب ورقها، ولا بتحزن على شكلها اللي اتغير. هي بس بتعرف إن ده جزء من الرحلة. وده يمكن أعظم درس ممكن ناخده منها. إحنا كمان محتاجين نسيب حاجات علشان نكبر. أفكار قديمة، علاقات انتهت، خوف من اللي جاي، كل ده لازم يقع زي ورقة خريف علشان يطلع مكانه حاجة جديدة. أوقات كتير بنخاف من التغيير، بنفكر إن الجديد معناه فقد، بس يمكن الحقيقة إن التغيير هو اللي بينقذنا من الجمود. كل نهاية بتفتح باب لبداية، حتى لو البداية دي مش باينة دلوقتي. الخريف بيعلمنا الهدوء وسط الفوضى، والرضا حتى وإحنا مش فاهمين ليه. بيفكرنا إن الحياة مش سباق، وإن التوقف مش دايما ضعف. أوقات بيكون هو القوة الحقيقية، إنك تعرف إمتى تهدى وإمتى تبدأ من تاني. وبين كل نفس ونسمة خريفية بتكتشف إنك مش محتاج تعمل كل حاجة دلوقتي، مش محتاج تجاوب على كل الأسئلة، ولا ترد على كل الأصوات اللي بتقولك تحرك. الخريف بيقولك: خليك هنا شوية، كفاية إنك موجود. وفي آخر كل خريف بيفضل إحساس صغير كده، خليط بين الحنين والأمل. حنين للي راح، وأمل للي جاي. وده يمكن أجمل ما في الخريف، إنه بيجمع بين الاتنين في قلب واحد. فلو بتحس إنك في مرحلة بين القديم والجديد، بين النهاية والبداية، افتكر دايماً إن الخريف مش ضدك، هو بس بيجهزك علشان تتفتح من جديد. اشتركوا في قناة منديل وخدوا لحظة لنفسكم قبل ما تكملوا يومكم، لأن حتى في أكتر الفصول هدوءاً في حياة بتتجدد جواك. في النهاية يمكن الخريف مش مجرد فصل من السنة، يمكن هو انعكاس لحاجة جوانا. كلنا عندنا خريفنا الخاص، الوقت اللي بنسكت فيه ونراجع نفسنا، ونشوف مين فضل ومين مشي، إيه اللي اتكسر جوانا، وإيه اللي لسه بيحاول يقوم من تاني. الخريف بيعلمنا إن مفيش حاجة بتدوم بنفس شكلها، حتى الحزن بيتغير، والوجع بيتبدل، واللي كنا فاكرينه نهاية بيطلع باب لفرصة جديدة. بس الفرق إننا لازم نتعلم نهدى، نستنى، ونسمح للحياة تاخد مجراها.
السكوت مش دايما ضعف، والهدوء مش استسلام، والبعد مش جفاء. أوقات بيكون البعد مساحة للتنفس، والسكوت علاج، والهدوء إعادة ترتيب للعمر كله. الخريف بيجمع بين ألوان متناقضة، الذهبي جنب البني، والسماء الغيمها خفيف، والشمس لسه موجودة بس ناعمة، زي ما جوانا في نور لسه بيحاول يظهر وسط الغيوم. وإحنا كمان كده، مش لازم نكون كاملين، ولا لازم نكون دايما بخير. يكفينا إننا نحاول نلاقي جمال بسيط في اللي باقي، زي ورقة لسه متمسكة بالشجرة بتتلون قبل ما تقع. الخريف بيقولك كل حاجة في وقتها، مفيش شيء اتأخر، ومفيش وجع ملوش حكمة. كل ورقة بتقع، وكل ذكرى بتفلت، بتسيب وراها أثر. يمكن وجع بسيط، بس كمان تجربة بقى بتقويك. فلما تسمع صوت الهوا أو تشوف غروب الخريف، خده كرسالة صغيرة من الحياة. لسه في جمال حتى في التغيير. ودي كانت حلقتنا من بودكاست منديل. خليك دايما فاكر إن التغيير مش دايما فقد، وأوقات الهدوء هو أقوى صوت فيك. اشترك في القناة علشان تكمل الرحلة معانا، وخلي الخريف فرصة تبدأ من جديد بطريقتك وبسلامك.